امتحان الكيمياء 2023 كان اكتر حاجه مركز عليها. واحد اتنين هوبا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دفعه 2024 ازيكم عاملين ايه؟ انا اسلام من دفعه 2023 علم علوم ان شاء الله، عشان نتكلم النهارده في الفيديو ده عن امتحان الكيمياء 2023 كان عباره عن ايه، وكان مركز على انهي باب، وكل الكلام ده ان شاء الله. بس عايزين قبل ما نبدا الفيديو ده ما تنساش تدعمنا، تحط لنا لايك وتعمل لنا شير للفيديو وتكتب لنا كومنت حلو عشان نقدر نستمر. تكتب الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم. اهم حاجه انك تكمل الفيديو للاخر ان شاء الله يعجبك، وهقول فيه شويه معلومات مهمه جدا. امتحان الكيمياء 2023 كان عباره عن ايه؟ كان مركز عن ايه؟ سهل ولا صعب؟ ايه الضجه اللي حصلت عليه؟ كل ده هنتكلم فيه. كومنت من الكومنتات اللي عجبتني جدا من ساعه ما بدات الفيديوهات بتاعتي هيعرض لكم هنا على الشاشه، يعني احب اشكر الشخص صاحب الكومنت ده، احب اقول له الكلام المحترم ما بيطلعش غير من الناس المحترمه. خلينا نخش في موضوعنا. مبدئيا كده يا صديقي، امتحان الكيمياء 2023 هو فعلا كان من اتقل امتحانات الكيمياء اللي عدت على الثانويه العامه. الامتحان فعلا كان فيه كميه افكار عاليه جدا، وكانت فيه حاجات كتيره جدا صعبه وما تتحلش. معنى الكلام ده ان امتحان 2024 هيبقى نفس مستواه، هيبقى اعلى، تبقى حسب الناس اللي بتحط امتحانات، ملهاش علاقه بالسنه قبل سنه او سنه بعد سنه. بس انا بكلمك على الدفعه بتاعتي، فعلا الامتحان كان تقيل جدا ومحتاج وقت. ده ما يخوفكش، لان زي ما كان صعب على ناس، كانت في ناس تانيه بتقول لي الامتحان عادي والدنيا بيس. بس انا بقول لك الامتحان فعلا كان تقيل جدا جدا وما كانش يتحل، هو عايز وقت كبير قوي. اول نقطه نتكلم فيها، الامتحان كان كام سؤال، والامتحان درجاته بتوزع ازاي، والامتحان كان مركز على باب بالظبط. عايز اقول لك يا صديقي ان قصه كام سؤال في السنه بتاعتنا احنا ما كانتش منظمه قوي. كانت في اسئله بدرجتين، كانت في اسئله باربعه، كانت في اسئله بدرجه واحده، فالدنيا كانت متلعبكه شويه. بس هي متوسط يعني كان من 33 ل 35 سؤال. كانت في امتحانات اعلى، وكانت في امتحانات 33 و35 وكده. دي اول نقطه. الامتحان بقى درجاته بتتوزع ازاي؟ بص يا صديقي، والله هم قالوا لنا ان الكيمياء العضويه هيبقى عليها اعلى درجات. الباب الاول مثلا هيبقى عليه 10 درجات، واما الباب الثاني والباب الثالث هيبقى عليهم 15. فالمدرسين عرفونا التوزيع. اما لما دخلنا الامتحان كانت الدنيا مختلفه خالص. امتحان الكيمياء 2023 كان امتحان مركب عن كل حاجه، بس طبعا الاكتريه كانت العضويه كانت فيها اكتر من نص الامتحان حرفيا. العلم ان الاسئله ما كانتش برضو مباشره في العضويه بس، لا كانت فيها اسئله كتيره مركبه، باب اول على باب خامس. الابواب اللي كانت بتيجي صريحه هي اغلبيتها الباب الرابع، السؤال بتاعه باب رابع بس، ملوش دعوه بالاول والثاني وباقي الابواب. الباب الثاني والباب الثالث اغلبيه الاسئله بتبقى كلها مترابطه في بعضيها. حاجه عليها درجات وافكار عاليه كانت العضويه. الباب الاول ما كانتش صعبه قوي، بس برضو كانت فيها نسبه عاليه جدا من الافكار. اما الامتحان كانت الاسئله العاليه والاسئله الصعبه هي اسئله الكيمياء العضويه. برضو لو كانوا هم زودوا لنا الوقت بتاع الامتحان كنا على ما اظن هنقدر نحل فيه شويه وما نشتكيش منه قوي كده. الاول كان عليه اقل اسئله في الامتحان كله. العلم برضه يا صديقي ان انا بقوله لك ده ممكن يحصل معاكم في سنه 2024 وممكن لا، ممكن تلاقي اكتر اسئله على الباب الثالث او على الباب الثاني. النظام ده مش اللي هو ثابت، اكيد العضويه هتيجي اكتر حاجه، بس دي الاغلبيه ودي اللي بتحصل يعني في اغلبيه السنين. ممكن انتوا على حظكم، بس ان شاء الله حاجه زي دي مش هتحصل، ويركز على حاجه ثانيه غير الباب الخامس. هو كده خلاص اتعود ان الناس كلها بقت بتذاكر العضويه جامد عشان تحاول تجيب درجه عاليه. بس انت فعلا لو داخل امتحان الكيمياء 2024 وضامن العضويه ودايس على نفسك فيها على قد ما تقدر، اضمن لك درجه حلوه قوي فيها. الباب الاول نادرا جدا لما بيجي عليه سؤال او سؤالين صرف، يعني باب اول بس. بقيه الاسئله بتبقى مركبه، باب اول على باب ثاني، باب اول على باب خامس، الاسئله بتبقى مركبه في بعضيها. انتوا هتتعودوا عليه في المراجعات النهائيه انك تحل اسئله مركبه، وعادي جدا الدنيا ما تبقى صعبه. تعرف تجيب معلومه من باب الاول وتعرف تجيب معلومه من باب الخامس. الحل الكتير هيعودك انك تعمل القصه دي بكل سهوله. يبقى انا عشان احل امتحان كيمياء وابقى فيه كويس واقدر ابقى مستعد لامتحان اخر السنه، المفروض عليا اعمل ايه يا صديقي؟ من المواد اللي بقول لك من زمان هي محتاجه فعلا حل كتير، محتاج تمشي ايدك، محتاج تكتب معادلات عشان ما تنساش كل الكلام اللي فاتك. ما انت بتراجع وطول ما انت بتحل كتير على الماده والدنيا معاك تمام، فاحب اضمن لك ان انت امتحان اخر السنه هيبقى بالنسبه لك مش صعب. حتى يا صديقي لو بتغلط وبتجيب درجات وحشه في الامتحانات فده امر وارد، انما القصه انك بتحل كتير، بتحل على قد ما تقدر. مع الوقت غلطاتك في الامتحانات هتقل، وغلطاتك في الحل اللي انت بتحله هتقل، عشان انت خلاص اتعودت وحليت كذا سؤال. الكتب اللي تحل منها اسئله خليك في كتاب الامتحان وممكن كتاب مندليف. عايزك كمان تركز انك في المراجعات النهائيه تحاول تجيب الاسئله بتاعت 2023 و2022 وتحل اسئله الامتحانات دي سواء دور اول او دور ثاني. انت لازم انك تتعود تحل اسئله امتحانات، بس الكلام ده كله يبقى في المراجعات النهائيه.
حاليا في الفتره اللي نازل فيها الفيديو ده عايزك ان انت تخلص اللي وراك كله، وراك مراكمه في اي باب، وراك اي حاجه ما حلتش عليها تحل عليها اول باول. حاول اراجع لك الفيديو بسرعه عشان يبقى عرفتك كل حاجه. اولا انت هتهتم انك تحل اسئله كتير جدا، تهتم من الباب الخامس لان هو بيجي عليه اسئله كتير جدا في الامتحان. برضه كل ما هتحل اكتر كل ما غلطتك هتقل. الكلام ده كله بيبقى مع الوقت مش مره واحده. الناس اللي كانت بتقول لي انا لغايه دلوقتي لسه ما ذاكرتش، لسه لغايه دلوقتي ما خلصتش ابواب ورايا تراكمات، احب اقول لك انك لو بدات وشديت حيلك هتقدر تجيب درجه حلوه، وهتقدر انك تلم كل التراكمات اللي عليك. بس اعمل اللي عليك وذاكر وشد حيلك كده. ده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لنا لايك على الفيديو ده، وتكتب لنا تحت في الكومنتات ايه اللي انت محتاجه الفتره اللي جايه. وما كنتش اتفرجت على الفيديوهات القديمه انصحك انك تخش تتفرج عليها، ان شاء الله تعجبك. كل حاجه في القناه وكل حاجه منزلينها وكل ماده ازاي تذاكرها وازاي تخلص التراكمات اللي عليك. يا رب يوفقكم وتحاولوا نفسكم فيه. سلام عليكم.